أنا كل يوم بيعدّي عليّا مش بس باكتشف إن رجالة مصر مغيّبة، لأ دول في دنيا تانية لوحدهم، مش بس مش فاهمين حاجة عن قانون الأسرة، لأ دول مفاهيمهم كلّها مغلوطة. كنت قاعد امبارح مع مجموعة من الرجالة، مجموعة كبيرة، منهم ناس على درجة عالية جدًا من الثقافة وفي وظايف مرموقة وناس كبيرة وفاهمة. جات سيرة الخُلع، فكُلّه أجمع وكُلّه مُصمِّم إن الست لمّا بتروح المحكمة وتخلع ما بتاخدش حاجة، ما بتاخدش قشّاية، بتمشي زي ما هي كده، تمام، فهي اللي خسرانة، بتخسر كل حاجة. أحاول أقنع فيهم ما فيش، يا جماعة أنتم فاهمين غلط، أنتم على فكرة أنتم فاهمين الكلام ده إزاي؟ الخُلع الست بتروح المحكمة بتتنازل عن حاجات، اللي هي إيه، المؤخر ونفقة العدة ونفقة المتعة، بس مجرد ما بتروح مكتب التسوية بيتحكم لها بنفقة لغاية ما يطلع حكم الخُلع، ده أولًا. لا ده ما بتاخدش إلا نفقة العيب بس، لأ بتاخد نفقة لغاية ما يتحكم لها بالخُلع، دي حاجة. وبعد كده بتروح ترفع قضية القايمة وتاخد القايمة كاملة، بتاخد كل حاجة، تمام، ولو الحاجة مش موجودة بتاخد فلوسها. لا 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 مش ما بيحصلش. يا جماعة انتوا فين؟ طب تعرفوا ان الست بتاخد حضانة الاطفال لمدة 15 سنة، تمام، وبترفع نفقات للاطفال، وفي احكام نفقات واصلة لاكتر من 80 و90% من مرتب الزوج. لا 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 مفيش الكلام ده، ده القانون بيقول هم 30%. 30% مين يا باشا؟ مفيش الكلام ده يا بيه، تمام. في ناس بيتحكم لها كده، بس في ناس يتحكم عليها بارقام تخض، في ناس اتحكم عليها باكتر من دخلها اصلا ومش مش قادرين يكملوا. انتوا ايه؟ طب تعرفوا ان الست بتاخد تمكين من المسكن علشان هي حاضنه وترميك بره شقتك؟ لا لا ما بيحصلش. فضلت اقنع فيهم اكتر من ساعه. لا وهم مقتنعين ان الست بتروح المحكمه تخلع بتخسر الجلد والسقط، ما بتاخدش حاجه خالص. لا 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 لا، الرجاله في مصر في دنيا تانية، ده مش فاهمين حاجه خالص عن القانون، بيتصدموا بقى لما يعرفوا الحقيقه. يا جماعه، يا جماعه، القانون ضد الرجل في كل حاجه، وخساره الرجل مش بس فلوس، خساره الرجل مش بس بيته وشقته وعفشه ولا لا لا لا، خساره الرجل في عياله اللي بيتحرم منهم طول عمرهم. خلاص اللي بيتاخدوا منه ما بيبقوش عياله، ودي اقصى من اي خساره تانية بالنسبه للرجاله.